نهاركم زين، ان شاء الله تكونوا لاباس وان شاء الله تكونوا في خير ونعمه يا ربي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افضل تسليم. ان شاء الله اليوم شارككم عصيدة تاع كاكاوية واقتصاديه في نفس الوقت ان شاء الله. شنو هي المراحل اللي عملتهم باذن الله؟ ان شاء الله يكون الفيديو واضح. اي استفسار كيف العاده تفضلوا. مرحبا بتعليقاتكم الكل. اليوم ان شاء الله قبل ما نعرجها في الكوشه في الفرن، عملت غسلتها وشيحتها بالكدا بالكدا. تنحى منها الندى وكل شيء. من بعد دخلتها للفرن كيف ما تبدلوا. شوفوا اللون تاعها كيفاش، كيف ما تشوفوا سامحوني كيفاش تبدل اللون تاعها. ما نخلوش يغمق برشا وما نخلوهاش فاتحه، حشتنا بلون متوسط. خاطر اذا كنت غماق بطبيعتها مش تزيدك السخانه اللي تبقى في الطبق تولي معناها تميل للحرق نتاعها، تحرق لنا. احنا ما حشناش بها هكاكا، حاجتنا اللون يتبدل بركة. من بعد وهي سخونة، وهي سخونة، خاطر مانيش باش نعمل حتى اضافة لا زيت لا حتى شيء، جوست كاكاوية باش نتحصل على الباطن تاع الكاكاوية. باهي حطيتها في الهشوارة ورحيتها. بالنسبه للرحيان نتاعها ما خدتليش برشا وقت الحق. كيف ما قلت لكم مانيش باش نعمل حتى اضافه لا مغرفه زيت لا اي حاجه. راكم تنجموا تضيفوا مغرفه الزيت جوست باش تسهل عليكم عمليه نتاع الرحيان وتجيكم هكا مبلوله التكستير نتاعها الحق. يعني تجي مولو هكا كل شيء. ما عملتش حتى اضافه. نحب اقل مقادير اقل مكونات ونشوف النتيجه باذن الله ونوعدكم نقول لكم شنو بالضبط. باهي ان شاء الله هنا كملت رحيتها. شوفوا البادن تاع الكاكاويه نتاعنا. بالنسبه للون ما هيش تفرقش لا على الجرجلين ولا على البفريوه ولا على اللوز، هي نفسها معناها فهمتوا. جوست جو المطعم وكها مطعم اخر. وحتى كتاب تصدقوني ما تبانش، يعني هذا ذي رايي فهمتوا. ما تبانش انها مطعم الكاكاوية يغلب. جوست كي زينت سورفاس بالكاكاوية نحس نستطعم في الكاكاوية باقيها من لوطا عصيدة مطعم آخر معناها بالحق ما تميزهيش. لهني بعد ما رحيتها شدت الطنجرة متاعي حطيت فيها الباد ان شاء الله. سامحوني نسيت مقلتش لكم الكمية متاع الكاكاوية قديش عملت. الكاكاوية عملت 500 جرام. الكاكاوية 500 جرام، كونتيتي تاع 500 جرام. 500 جرام كاكاوية عليها 200 جرام فرينة، 150 فما فوق حتى تكشي 180. ننصحكم ما تفوتوش السكر معناها. 200 جرام فرينة، 150 جرام سكر. وبالنسبة للماء عملت إيترتين. باهي بالنسبة للماء عملت إيترتين ماء. ليترة الأولى صبيتها على الميلانج كيف ما تشوفوا، هذيك الليترة الثانية مش نصبها من بعد. باهي لهنا غربلت الفرينة متاعي. بعد ما غربلتها ان شاء الله باش نجيب الميكسور بلونجون وباش نحركها بالقدا بالقدا كيف ما قلت لكم. هذيك تسهل عليا اكثر. قبل مثلا ما نستعملوش الميكسور بلونجون نصفوا فيه الفرينه هكا نشدوا الغربال ونصفوها الفرينه وحدها بالماء. يعني بالطبيعه بعد ما نخلطوها بالماء تنحك الكعابر الكل تهبط لنا هكا ميلانج هوموجين فهمتوا. لهنا كملت الفرينه باش نجيب الميكسور ونحركها بالقدا بالقدا تتحرك الكعابر نتاع الكاكاويه نتاع البات وتتحل لنا الفرينه نتاعنا. وهكاكا نتوكلوا على ربي ان شاء الله باش نحط عصيدتنا على الغاز. علاش عملت عصيدة الكاكاوية وما كانتش في البرنامج جملة حق معناها قلت عملت عصيدة بفري وشاركتها معاكم. ما خديتش الحق الزقوقو، ما خديتوش السنة. ان شاء الله في سائر الايام كيف ما قلت لكم راني حتى في رمضان طيبه في السهريات وكل شيء. هذه الكميه نتاع الكاكاوية اللي عندي خذيتها من كاكاوية من الجزائر. وقتها هو اساس باش نعمل فيها رفيس تونسي عرفتوها هكا بالسميد ولا المعسل معناها بالعسل سامحوني يعني معسله هي تبدا حلويات معسله نقصد. نعملوا فيها كاكاوية ولا شامية ولا لوز ولا فيكا اللي عندك.
وقتها خذيتهم على أساس باش نعملهم، ربي سبحانه ما كتبش، وهي بما إنها معناها ما وصلتش وقتها خبيتهم، حطيتهم في دبوزة بالنار وخبيتهم، كل مرة نجبد منهم هكا شوية الكويستي ولا فهمتوا. دونك بقيت عندي قلت هاي نتوكل على ربي، وراني مانيش من محبيها برشا، لا مالحة لا حلوة، ما نحبهاش ياسر. دونك قلت على خلينا نجربها عسيدة، سبحان الله معناها تجيني حاجة باهية. لهنا بعد ما حطيت على الغاز، راكم نلقى بالنسبة للغاز ما تخافوش، نجم تقووا في الغاز، نجم تحملوه بشوي، اذا كان عندكم مسامير خلوه بشوي، اذا كنت تحبوا تكملوها في ساعة تنجموا، هي حتى ساعة غير ربع ما خذتهاش فهمتوا. في ساعة هي البات لابس ماهيش باش تطيب، الفرينة هي اللي باش تطيب لنا فهمتوني. دونك لهنا هي اسمها عصيدة عصد، وما تخافوش معناها تجيكم هاك الكايبرات الصغيرونين باش تجي كيف اي عصيدة عصدوا، ديما لزوا المغرف نتاعكم اللوح للسيرفاس نتاع الطنجرة نتاعكم، ولهنا زدت 150 غرام سكر نتاعي، شوفوا اللون نتاعها فرق كبير من قبل ما نحط السكر وبعد ما حطيت السكر، وكملت هكا عصت ثرت بالكدا بالكدا بالكدا، والحمد لله يا ربي. وكملنا العصيدة نتاعنا، ما خذتليش وقت صدقوني، هم با نص ساعة في الرحيين ونشوفها معناها يعني حتى على التصوير ولا ما خذتليش نص ساعة، جوست شنية كي تحسب بين التياب والرحيين والحطان ما تفوتش ليك ساعة، وحسبوا الكريمة زادة والحليب ما تفوتش ليكم ساعة فهمتوني. جوست واحد هكا يبدا على يديه وفيسع فيسع معناها واحد خلي عاد كي يبدا عندها شكون باش يعاونه ويحط معاه ما شاء الله، يعني ما تحسوهاش الوقت. يعني بالنسبه ليا عصيدة بفراوة قعدت فيها اكثر وقت الحق، هذه نتاع الكاكاويه لا نعرفش على خاطر خذت ايدي ولا نعرفش. بعد ما فرغتهم كيف مشوتهم في الكوبيت سامحوني وفي الكيسين وفي الصحافة الصغيرونيين هذيك الكمية، وخدتي صحفة أخرى حجم عائلي سامحوني، حجم عائلي صحفة حجم عائلي وكويس هكا توالي شوي إن شاء الله وحدهم زادة ما جو في الجهة الأخرى فهمتوا. باهي لهنا الكريمة متاعنا بما إنها وصفة اقتصادية مانيش باش نتعبكم برشا، خذيت 2 ساشيات كريمة باتيسير غو فاني وليتر متاع الحليب متاعنا، وبالنسبة للسكر 4 ملاعق يعني 4 مغارف سكر، والحمد لله وجدني بنينة. تصدقوني كنقول لكم راني العصيدة بصفة ما حب كان بفريوة ولا جرجلين ولا زقوقو ولا كاكاوي، راني نحب الكريمة أكثر معناها يعني معاهم يعني ثم صحفتين هكا حاطت فيهم أكثر كريمة، هذا كل معناها اللي نحبها الكريمة مع العصيدة تعجبني برشا. فهمتوا ثم شكون زادا ما يحبش الكريمة في العصيد فهمتوا. لهنا كملت حطيت فرغتهم في الكوبيت الكريمة معناها سيرفاس، وبما انها زيت كاكاوية قولي المرة اللي فاتت من العصيدة نتاع البفريوة كعيبت هكا بيستاش وشوية لوز إفيلي لو تشوفوني من بعد، وشوية كعبات كاكاوية هكا حطيتهم في الكوشة تحمروا لي شوي، من بعد رحيتهم بالهشوارة كيف ما تشوفوا هكا كوكاسي رقيق شوي، ومن بعد غلفت بهم بالسرفاس نتاع الكريمة، معناها حطيتهم في السرفاس نتاع الكريمة كيف ما تشوفوا. وهذه هي عصيدتنا نتاع الكاكاوية والاقتصادية، ما كلتش لينا برشا، وراني طيبتها في الماء ما طيبتهاش في الحليب ماهيش مكلفة حاجة عادية، وراي ماهيش لزاما الوقت هذا بالذات العيد المولد ولا لا رانا نجمو نعملوها في أي وقت، يعني صالحة لكل الأوقات. هكا واحد يحير ولا بيحب يعمل حاجة هكا باهية للصغيرات ما فيها بيس. ثانية شفت كيفاش يعملوا البرالينين تاع الكاكاوية زادة يعملوها زادة كوش عصيد كاكاوية كوش عصيد برالين تاع الكاكاوية، ومن بعد يعملوا الكريمة كحلة ولا فانيل اللي كل واحد يعني كريمة شوكولاتة ولا فانيل، ومن بعد تزين باللي تحب. وهذه كانت الزينة نتاعنا، وهذه كانت العصيدة نتاعنا، وإن شاء الله تعجبكم. الحق في العائلة في الدار عجبتهم معناها مش يعني عندي شكون يقول لي باهي باهي سي خيب ما عجبتنيش باهي، وهي أذواق
بالنسبه لي ندورو ناكل في الكاكاوي قاعد ما تعمل كاكاوي في فمي. تو كيف نستطعمها تو نقول لكم ما هي بالنسبه لك عصيده اقتصاديه. فكر علاش لا، بما ان استخرجنا من كل شيء العصايد علاش هذه لا. جربتها معاكم باهية واقتصادية، وتو نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف والا في اول كومنتير يبانقلي باهي. وبسلامة.